السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع ساخن كيدور في السوشيال ميديا. علاش المغرب قرر يفرض الفيزا على بعض الدول بحال تونس والجزائر ودول إفريقية بمناسبة تنظيم كأس إفريقيا هاد السنة هذه؟ واش القرار عنده علاقة بحسابات سياسية ولا غير إجراء عادي في تنظيم تظاهرة كروية؟ خليك معايا حتى الأخير باش تعرف كل التفاصيل. اولا السياق ديال القرار. المغرب غادي ينظم كأس افريقيا في 21 دجنبر 2025، وهذا الحدث الرياضي الكبير كيتطلب تنظيم محكم، خصوصا فيما يتعلق بالامن، الخدمات وتدبير عدد الزوار. في هذا الاطار المغرب اعلن على فرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على بعض الجنسيات بما فيها الجزائر، تونس والسنغال وبعض الدول الأخرى الإفريقية. واش هاد القرار سياسي؟ بزاف ديال الناس في السوشيال ميديا قالوا ان القرار فيه رسالة سياسية، خصوصا ان العلاقات بين المغرب والجزائر ماشي في احسن حال، كما ان العلاقات ديالها مع تونس مؤخرا في تدهور. ولكن في المقابل المغرب وضح ان الفيزا غتكون الكترونية وسهلة في الاجراءات وغير مرتبطة بالخلافات السياسية، بل هي مجرد إجراء تنظيمي وأمني عادي. السؤال اللي كيطرح بزاف هو واش المغرب هو أول بلد دار هذه الخطوة؟ الجواب هو لا، لأنه في قطر في كأس العالم 2022 فرضت تأشيرة إلكترونية على كل الزوار بما فيهم دول ما كانتش كتحتاج الفيزا في الأصل، وكانت ضرورية لدخول الملاعب، الفنادق وحتى التنقل. يعني أن المغرب ما دار شي حاجة خارجة على المألوف. هادشي متعارف عليه عالميا باش أي بلد كيضمن حسن التنظيم والسلامة ديال الحدث اللي غادي ينظم. كخلاصة، قرار فرض تأشيرة في كأس إفريقيا 2025 ماشي ضد شي دولة معينة، ولكن كيجي في إطار تنظيمي وأمني كيخلي المغرب يبقى في المستوى العالمي اللي كيطمح ليه. وبما أن الفيزا إلكترونية وسهلة فما كاينش ما يخوف، بالعكس هذه فرصة باش تكون بطولة ناجحة بكل المقاييس. شنو رأيكم في هذا القرار؟ واش كتشوفوه منطقي ولا فيه رسائل غير مباشرة؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش انكم ديروا لايك للقناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم على المتابعة.